كده ايه بقى؟ رفض الطلبات بتاعته من غير ما اعرفه هو انا ليه برفض الطلب بتاعه. لا بهدف اللا وخلاص. لا عايز تاكل؟ لا. ايه؟ لا. بتقول ايه؟ لا. لا قلت لا خلاص، هي لا يعني لا. يعني ايه عايز تفهم؟ هو لا. إيه لا مش مفهومه؟ لا هي لا. الله، طلعي ابنك مريض نفسي بدون اي مجهود يذكر. انا رحاب العباسي ويلا بينا نعرف طريق. اول حاجه لازم تعمليها انك تشتميه طول الوقت، قولي له يا حمار، يا كلب. عندك بنت صغيره كده طول ما هي رايحه وهي جايه يا جاموسه، او مثلا لو حبيتي تجودي يعني ممكن تقولي له مثلا كان يوم اسود يوم ما جيت. تاني حاجه صفيهم دايما بمبرر او بدون مبرر بصفات سلبيه، زي مثلا انت شقي جدا، انت طلعت عيني، انت متخلف، انت مش عارف تفهم، انت غبي. رقم 3، ودي نقطة مهمة جدا عشان تطلعي احلى مريض نفسي للمجتمع، وهي ايه؟ قارنيه بأي طفل في سنه. وانسي بقى خالص ان ده طفل وليه قدرات ومواهب والحاجات اللي بتاعت دي مالناش دعوة. عارفة ان المقارنة دي بتقتل ثقة طفلك في نفسه، بتخليه كمان يكره اي طفل انت بتقارنيه بيه. اوعى تعيط، انت راجل. في راجل بيعيط؟ في راجل بيعيط. اسكت، انت لسه صغير ما ينفعش تتكلم، دلوقتي الكبار بيتكلموا، اسكت خالص. طلعت عيني، الله يحرقك، هتروح النار. رقم 5، برافو عليك يا حبيبي، انا بحبك قوي عشان انت خلصت الاكل بتاعك كله. بحبك عشان خلصت الاكل ده، انت عملت واجبك، انا بحبك عشان عملت واجبك. الحب المشروط ده دايما بيحسس ابنك ان هو غير مرغوب فيه، وانه لازم يعمل حاجات او ان هو مطالب منه انه يتصرف تصرفات معينه عشان يتحب من اكتر ناس المفروض ان هم يحبوه حب مش مشروط. وصدقيني ان اكتر ناس بتبقى او اكتر اطفال عرضة للتحرش او انها تنساق وراء اي حد في المستقبل هم الاطفال اللي كانوا في طفولتهم بيتعرضوا دايما للحب المشروط. اعمل كذا عشان احبك، خلي بالك من كذا عشان احبك، لا كده انا مش هحبك. فبيطلع طفل عنده فكرة ان انا لازم اعمل حاجة عشان اتحب، انا مش هتحب كده طبيعي، لا انا لازم اعمل اللي قدامي حاجات عشان يحبني. رقم 6، مفيش منك امل، مفيش فايدة فيك خلاص. رقم 7، التهديد المستمر والتعنيف، زي مثلا انها طول الوقت او طول الوقت انك انا هموتك النهارده، النهارده هيطلع عينك، انت النهارده ده استنى بس، ده انا النهارده اخر يوم ليك في الحياه، انا هموتني على ثقه يا عزيزتي ان التهديد المستمر والتعنيف ده بيطلع طفل ضعيف الشخصيه وما عندوش ربع ثقه في نفسه. بعد كده ايه بقى؟ رفض الطلبات بتاعته من غير ما اعرفه هو انا ليه برفض الطلب بتاعه. لا بهدف اللا وخلاص. لا عايز تاكل؟ لا. ايه؟ لا. بتقول ايه؟ لا. لا قلت لا خلاص، هي لا يعني لا. يعني ايه عايز تفهم؟ هو لا. إيه لا مش مفهومه؟ لا هي لا. الله، لا. المفروض ان انت تحاولي تديله سبب، وسبب حقيقي لرفضك الطلب بتاعه. كده بقى انك تدعي عليه، انك تبقي اصلا متعوده ومعوده دايما انك دايما بتدعي عليه. الله ياخدك، الله يحرقك، الله ينتقم منك. اخر نقطه بقى هي ان انت تنشري اي فعل سلبي هو بيعمله عند الناس القريبين منك او منه، سواء عند اهلك او اهل باباه. ودي بالنسبة له بتبقى حاجة يعني ايه، حاجة كده بتفضحي الخصوصية بتاعته او بتفشي اسراره. فتخيلوا كمية الاطفال الصغيرة في مخها كمية شتايم ومصطلحات سلبية، والمنبع الوحيد لمعرفة كمية السلبيات دي هم الاهل، الاب او الام. على قد ما تقدري ان الحاجات اللي انا قلتها لك النهارده في الفيديو دي، على قد ما تقدري، على قد ومهما تعبوكي ومهما زعلوكي، حاولي يبقى فيه ليكي رد فعل غير ان انت تطلعي كلام سلبي، لان الكلام واقعه عليهم اكتر بكتير من اي تصرف تاني ممكن تعمليه. فبلاش. وخلي بالك مثلا اول ما طفلك يعصبك استعيذي بالله، قومي لو انت قاعده، اقفي لو اقعدي لو انت واقفه، ادخلي اتوضي. فلو عايزه تربي طفل سوي وسليم، حاولي على قد ما تقدري تختاري الكلمات اللي بتكلمي بيها ولادك. وحتى وانت في عز غضبك حاولي على قد ما تقدري ما يطلعش منك كلام سلبي، لان هما بيفضلوا فاكرينه كويس جدا، وللاسف مش هتعرفي تخليهم ينسوه او يمسحوه من قاموس الذاكره بتاعهم. وانا متاكده ان معظمنا او اي حد بيشوف الفيديو النهارده فاكر كويس قوي مامته او باباه كانوا دايما يشتموا. خلصت الفيديو بتاع النهارده، ولو يعني ناويه ان انت تربي جيل سيء وزي الزفت طلع عينك اولا وبعدين يطلع عين اي حد هيرتبط بعد كده او حتى اي حد هيتعامل معاه، فاعملي الحاجات اللي قلت لك عليها النهارده دي. لو انت بقى عايزه تطلعي طفل سليم ونفسيا على قد ما تقدري تتجنبي الحاجات دي، حتى
في عز غضبك ومهما عملوا، وافتكري دايما ان هم اطفال، وان الطفوله بتاعتهم دي هتجري هوا كده ومش هتحسي بيها دايما، ان انت في يوم من الايام هتختفي من العالم بتاعهم. فخليهم دايما يفتكروكي بطريقه حلوه.